السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من يومين سمعنا السيد معيط وزير المالية بيقول إن مصر داخلة على مجاعة، أو أخشى ما أخشاه إن مصر تخش على مجاعة. طيب يا سيدي، المصريين رد فعلهم إيه لما صرحت التصريح ده؟ ولا حاجة، ودن من طين وودن من عجين، وحاطين إيدينا على خدنا زي ما إحنا، مع إن تصريح زي ده كان أدعى للنزول للشارع بشكل فوري ومباشر، أدعى للنزول والمطالبة بمحاكمة ومحاسبة كل مسؤول في البلد دي، من أول السيسي لحد أصغر مسؤول فيها. ده ما حصلش. اللي بنسمعه دلوقتي الاستثمارات الخارجية اللي جاية لمصر، وهنسمع ان ده نجاح للاقتصاديين المصريين ان هم جذبوا الاستثمار والامن والاستقرار والكلام ده كله اللي جذب الحاجات دي. طيب يا سيدي، هل فعلا دول جايين يستثمروا في مصر؟ ايه الإن اللي في الموضوع؟ الإن يا سادة ان مصر بتعمل عليها دلوقتي مزاد، وكل واحد من دول جاي يقدم العطا بتاعه، سواء ابن سلمان اللي كان هنا من يومين او اميرة قطر اللي جاي بكرة. دول جايين يقدموا العطا بتاعهم يا سادة، جايين ياخدوا اصول مصر. احنا بقى كمصريين هنمتلك ايه؟ ولا شيء. احنا هنصبح ضيوف في البلد دي، حتة لابن سلمان وحتة لابن زايد وحتة لتميم. المشكلة ان تميم ده كان ارهابي وبيدعم الارهابيين، وقطر دولة ارهابية وبتقتل الجنود المصريين. وشوية كانت تركيا، وتركيا زي السمن مع العسل دلوقتي مع السيسي، وفي حوارات هات وخد. يا سيدي كل بلد بتدور على مصالحها، احنا بقى مصلحتنا فين في كل ده؟ الشعب مصلحته فين في كل ده؟ الشعب هيبقى ضيف في البلد دي، بلدنا، وهنبقى ضيوف فيها. هنفضل ساكتين ولا هنلبي اي دعوة للخروج؟ المفروض ما نستناش حد يقول لنا انزلوا ولا اخرجوا، المفروض نخرج من نفسنا. لكن للأسف برضو عاوزين قائد يحركنا، ومش لاقيين القائد. ربنا يبعت لنا قائد. يا ريت السادة الإعلاميين بتوع الخارج، يا ريت كل واحد منكم يشجع ويحمس كل متابعينه للنزول، لأن ما ينفعش أكتر من كده حاجة. دم وبقينا نشوف انتحار، وبقينا نشوف اكتئاب، وبقينا عايشين فيه. آخرة كل ده إيه؟ لو سمحتم كل واحد فيكم يا مصريين يلبي أي دعوة للنزول، والسادة الإعلاميين بتوع الخارج حمسوا متابعينكم وشجعوهم على تلبية أي دعوة للنزول. مصر بتتباع حتة حتة يا سادة، وبيتعمل عليها مزاد دلوقتي. هنفضل حاطين ايدينا على خدنا برضو، ولا هننزل الشارع ونقول لأ ونحاسب كل مسؤول؟ شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.